السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المكان الذي أقف فيه الآن هو ما تبقى من آثار الاستعمار الفرنسي في هذه المنطقة. فيما مضى كان هذا المكان ملك لأحد الفرنسيين كان يدعى ألبير حسب ما حكى لي أحد سكان هذه المنطقة. هذا الفرنسي المدعو ألبير قام بضم العديد من الأراضي المجاورة الخصبة واستولى عليها بالقوة، وكان يستغلها هو وحاشيته فقط. أما اليوم فكما ترون كل شيء خاو على عروشه، لا وحش يسير ولا طير يطير. دعنا نلقي نظرة من الداخل على هذا المكان لنعرف بالضبط ماذا كان يفعل ألبير في هذا المكان ولماذا قام ببناء كل هذه المساحات الشاسعة. فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. يسافر بنا هذا المكان في رحلة عبر التاريخ، حيث الأشجار والجدران هي التي لا تزال تقف بشموخ، وهي الشاهد على الأحداث التي مرت في هذا المكان وما عانه أجدادنا من طرف المستعمر الذي كان يستولي على أراضيهم ويسلبها منهم بالقوة. تم بناء الجدران بشكل منتظم وبدقة عالية كما نلاحظ، ويبلغ ارتفاعها 3 أمتار. بنيت الجدران من القاع إلى الأعلى بالحجر، واستعمل الطين ممزوج بالماء. وتعد هذه الطريقة من تقنيات البناء القديمة بفضل تكلفتها المنخفضة وكفاءتها النسبية، وتم طلاؤها من الخارج بالإسمنت والجير لتبقى الجدران قوية وأكثر صلابة ومقاومة للماء. بينما هناك بعض الأماكن تعرضت لأضرار وخيمة مع مرور الوقت. الهدف من بناء هذه المستعمرة هو تربية الخنازير، بحيث كان المدعو ألبير يربي هنا مئات الخنازير ويصدر لحومها إلى الخارج آنذاك. تم توفير كل الظروف اللازمة للخنازير كما نرى: الدفء، جدران قوية، مساحات واسعة. الأرضية أساسها الإسمنت، لأن العمال ربما كانوا ينظفون كل شيء يدويا، ولكن لسهولة التنظيف يلزم وجود أرضية مناسبة تم طلاؤها بالإسمنت كما ترون. كما توجد أيضا طبقة سفلية من أجل تصريف النفايات التي تخلفها الخنازير. تم تقسيم هذا المكان بشكل منتظم إلى جزئين: أماكن مخصصة لفصل الصيف وقت الحر كما نلاحظ هنا. تم تخصيص هذه المساحة من أجل أن تتحرك الخنازير في كل الأنحاء بحرية. أما في هذه الأماكن يتم تقديم الطعام لهم. ولأن الخنازير لا تتحمل درجة الحرارة المنخفضة خصص لهم هذا الجناح: ممر طويل وحظائر دافئة ومريحة تفصلها الجدران القصيرة لعزل الخنازير الكبيرة عن الصغيرة. وأيضا حظائر التسمين تشمل عدة مجموعات من الخنازير في حظيرة واحدة. أما بالنسبة لهذا المبنى فهو أيضا مقسم من الداخل.
كان يستخدم لذبح الخنازير وتخزين الحبوب والمركبات والمعدات الزراعية. لما دخلت هذا المكان وجدته خال وخاو على عروشه. تذكرت قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. يعني فتلك مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحد، أهلكهم الله بطغيانهم وظلمهم للضعفاء. رحم الله أجدادنا الشهداء الذين دفعوا ثمن حياتهم مقابل الوطن.